يا مساء الفخامة والجمال. لو انت من عشاق المانهوا والانمي وبتحب الحماس والإثارة فانت في المكان الصح. النهاردة جايب لكم ملخص قوي يخليك تعيش القصة كأنك بطلها. بس قبل ما نبدأ حابب أسألكم سؤال مهم، ايه اكتر انمي او منهوا خلتكم تقولوا واو ده تحفة فنية؟ اكتبوها في الكومنتات وخلونا نتكلم مع بعض. ويلا بينا نغوص في عالم المانهوا والانمي مع اقوى الملخصات. يلا نبدأ. اول ما وصل تحت فجأة حاجة هجمته بسرعة البرق بالكاد لحق يتفاعل. سيف جينو اتكسر نصين وتعبان ضخم ظهر قدامه. عقل جينو مش مستوعب حتى بعد كل المستويات اللي رفعها. اسم الوحش اللي لسه برتقاني ده معناه انه صعب جدا، وواضح ان التعبان ده هو الزعيم ومفيش فرصة إن سيفه يخترق الجلد السميك بتاعه. عارف إن القتال من غير سلاح معناه الموت، فبمجرد ما التعبان بيهجم جينو بيستخدم سيفه بكل قوته. التعبان العملاق عنده قوة هجومية عالية وجينو لازم يلاقي طريقة لاختراق دفاعه، لكن الجلد بتاعه قوي جدا وجينو مش قادر يعمل حاجة غير إنه يجري. التعبان بيضرب بديله بقوة وجينو عارف إنه لو اتصاب هيبقى فيه مشكلة كبيرة. بيحاول يصد الضربة لكنه بيتلقى ضرر كبير. الوحش مش بيوقف هجومه وجينو بيتطوح في الجو زي اللعبة، حتى بيلاقي نفسه قدام قطار طاير ناحيته. كان فاكر إنه بقى أقوى لكنه مش كفاية. القطر بيعدي جنبه بالظبط وجينو بيبدأ يشك في نفسه، قد ايه لازم ابقى اقوى علشان ابطل اكون اضعف صياد. بيفتكر لما الناس كانوا بيتريقوا عليه وان سونجو هو اللي نشر اللقب ده، وده كان دافع ليه انه يثبت العكس. التعبان بيرميه في مكان تاني لكنه بيدرك حاجة، انه كان ضعيف فعلا وده السبب اللي خلاه يتعرض للسخرية. بيبص حواليه وبيفهم ان القوة دي هي الحاجة الوحيدة اللي بتتحكم في كل حاجة. الضعيف دايما بيتداس عليه. جينو بياخد قرار انه مش هيفضل ضعيف تاني، بينط على التعبان لكنه بيتطوح بعيد. بيحلف انه لازم يبقى اقوى. فجأة جسمه بيبدأ يتوهج، بيتحرك بسرعة وبيهجم بسيفه على التعبان لكنه بقى اكتر تصميم من اي وقت فات. بيقارن بين الخوف اللي حسه دلوقتي واللي كان حسه وقت الغارة وبيقرر انه القتال ده اسهل. جينو بيستخدم سيفه كأنه بيتزلج على جسم التعبان، لكن فجأة بيرمي السيف وبيمسك الوحش بإيده العارية. بقى معتمد بالكامل على القوة البدنية اللي زادت عنده. بيبدأ يحطم جلد التعبان القوي. التعبان بيحاول يهزه بعيد لكنه متأخر. جينو بيصرخ وبيقول له موت وبيضغط بكل قوته على جسم التعبان لحد ما بيقضي عليه. إشعار بيظهر وبيقول له إنه رفع مستواه كذا مرة. جينو بيضحك بصوت عالي، أنا فعلا بقيت أقوى. بعد القتال بيظهر إشعار إنه هزم ملك المستنقع وجائزة سيف قوي مصنوع من أنياب التعبان، أقوى من سيف كيمو مع تأثير الشلل واستنزاف الطاقة. البوابة بتتحول لمحطة قطار وجينو بيدرك إنه خلص الغارة لوحده. بيمشي وهو شايل سيفه المكسور لكن مفيش حد حواليه. جندي بيقول له يلاقي ملجأ لكنه بسرعة بيكتشف إن جينو صياد والجندي بيعتذر. الوحوش منتشرة في كل مكان وجينو بيستنتج إن ده حصل بسبب كسر البوابة وإن الوحوش سحرية خرجت من البوابة. الجندي بيقول إنهم سيطروا على الوضع لكن لسه في وحش عملاق متبقي. قدرة الإدراك عند جينو بقت قوية جدا وبيحدد مكان الزعيم. الزعيم بيطلع جلمود عملاق بيحطم كل حاجة والناس مرعوبة والصيادين بيحاولوا يقتلوه، والقائد بيطلب من المعالجين يركزوا على التانك. لكن الهجوم مش كفاية والجلمود دفاعاته قوية جدا ومفيش صيادين سحريين كفاية علشان يهاجموه. جينو بيحلل الوضع وبيلاحظ ان الفريق متجمع عشوائي، علشان كده مش شغالين كويس مع بعض. بيستخدم قدرته على الإدراك وبيشوف إن الفريق فيه 2 من الرتبة سي و2 من الرتبة دي، واحد منهم تانك وده سبب ضعفهم. فجأة بيلاحظ إن جوي من ضمن المعالجين لكنها خايفة بسبب ذكريات التمثال العملاق وده مخليها تفقد تركيزها. جينو بيلاحظ إنها مش قادرة تتجاوز خوفها لكنه مش بيلومها علشان كان زيها، لكنه بيدرك إن الجلمود دوت مجرد زعيم دي أضعف بكتير من الوحوش اللي كان واجهها قبل كده. الصيادين بيتوتروا لأنهم عارفين إنهم هيخسروا وبيعرفوا إنهم محتاجين صياد أقوى يساعدهم. جينو بيقرر يتدخل وبيخطط لهجوم قوي وبيكسر دفاع الجلمود. بيرمي سيفه المكسور بقوة جبارة وبيكسر الدرع بتاعه، فالصيادين بينقضوا عليه وبيهزموه. لكن التانك بيحس ان في حاجة غلط لانهم ما كانوش قادرين يلمسوا الجلمود قبل كده وبيسأل ازاي درعه اتكسر. بيشوف السيف المكسور على الارض وبيقول مين اللي رمى السيف ده. الجندي بيقول له كان الراجل اللي جابوه معانا، لكنه بيتفاجئ ان جينو اختفى.
التانك بيقف مصدوم بيسأل نفسه مين الصياد القوي ده. جينو خرج بسرعة علشان يخفي قوته وبيقول ما كنتش متوقع الهجوم ده يعمل ضرر كبير قوي كده، وهو لسه مدرك مدى قوته الحقيقية. المهمة انتهت وجوي بتسأل لو كان جينو هو اللي أنقذهم في اللحظة الأخيرة. الممرضات في المستشفى قاعدين بيتكلموا عن تصنيف جينو وكلهم بيقولوا إن شكله بقى عادي جدا لكن جسمه بقى معضل بشكل مش طبيعي. في أوضته جينو شغال بأقصى طاقة في التمارين اليومية بتاعته. الممرضات مش قادرين يسكتوا عنه ومش مصدقين التحول السريع اللي حصل له. واحدة منهم وقعت في حبه لما شافته بعد التمرين بسرعة ومش قادرة تبطل تبص على جسمه المشوق. النهاردة هو اليوم اللي جينو هيخرج فيه من المستشفى، والممرضة اللي شكلها متعلقة بيه بتحاول تاخد رقمه لكن هو مش مركز، لسه مقتنع انها بس عاوزة تبعت له نتائج الفحوصات بعد ما يخرج. في الأخبار بنشوف بايك الصياد من تصنيف اس اللي قضى على النمل العملاق. هو واحد من 7 صيادين من تصنيف اس في البلد، وبيدينا لمحة عن حياة الصياد القوي. بيقولوا انه لازم يتمرن زي الوحش كل يوم حتى لو مش في مهمة صيد في الدنجنز، لأن أصغر غلطة ممكن تأذي زملائه، علشان كده لازم يكون دايما في قمة تركيزه. جينا لاحظت إن أخوها جسمه بقى رياضي حتى طوله زاد عن الأول. جينو اللي عقله لسه في حتة تانية فكر إنه ممكن يجري، وبدأ يتساءل إذا كانت كل المكاسب اللي حققها دي بسبب الإحصائيات اللي زادت عنده. فكر إنه لو كمل كده ممكن يبقى لاعب كمال أجسام ضخم. بدأ يقرر إزاي يوزع النقاط الجديدة اللي حصل عليها. دلوقتي هو وصل للمستوى 18 وعارف إن القوة بتزود الضرر اللي بيعمله، لكن مفيش فايدة منها لو مش قادر يصيب الهدف. عنده كمان الحيوية والإدراك والرشاقة، ومعاهم إحصائية الذكاء اللي غالبا ليها علاقة بالسحر، لكنه مش متأكد إذا كان محتاجها. في النهاية قرر يحط كل النقاط في القوة والإدراك. في اللحظة دي جاله تليفون من صاحب البيت بيفكره إنه ما دفعش الإيجار بتاع الشهر اللي فات، بس جينو مش قلقان لأنه بقى أقوى بكتير وقتل العفاريت بكل سهولة، وده معناه إنه كسب الفلوس بقى أسهل. بس المشكلة إنه علشان يجيب الفلوس الكبيرة لازم يدخل بوابات بمستويات أعلى، لكن محدش هيسمح لصياد تصنيفه إيه يدخل البوابات دي. بدأ يفكر إنه يعيد تقييم تصنيفه، بس المشكلة إن ده خطر كبير لأن إعادة الإيقاظ حاجة نادرة جدا، ومفيش حد في التاريخ شاف صياد بيرتقي في المستوى ويكمل بالقوة بالشكل ده. علشان كده قرر انه يخفي قوته لحد ما يقدر يحمي نفسه ويعرف اكتر عن امكانياته. فجأة شاف اعلان وظيفة واتصدم من التفاصيل، فاندفع يجري بسرعة علشان يروح يشوف الفرصة. كان بيتمرن يوميا علشان يكسب مكافآت. لما وصل قابل صياد اسمه هوانج اعتذر له وقال له انه فريقه شايف اضعف صياد على الاطلاق، بس جينو استغل الفرصة وقال له بهدوء انهم مش غلطانين. هوانج وضح انهم داخلين دانجن تصنيفه سي ومحتاجين على الأقل 8 أشخاص علشان يقدروا يدخلوا، علشان كده محتاجين جينو يكمل العدد حتى لو كان تصنيفه إيه. بس جينو مش هيشارك في القتال. هوانج قال له بوضوح مش هتاخد أي مكافآت، بس هنديلك 2 مليون يوان. جينو بص للموقف ولاحظ إن الفريق فيه 4 صيادين من تصنيف سي و2 من تصنيف دي، وافق ينضم ليهم بسرعة. هوانج قال له إن دوره الوحيد هو حمل المعدات، لأنه واضح إن الفريق ما عندوش معالج وبيعتمد على المعالجات اليدوية. هوانج كمان وضح إن الفرق المستقلة بيكون صعب عليها تلاقي معالج ينضم ليهم. جينو بدأ يقلق شوية لأنه حس إن الوضع مش طبيعي. الفريق كله مليان مقاتلين تانك وناس بتعمل ضرر عالي، لكن جينو قال ولا يهمني هوقع العقد وخلاص. تم تقديم صياد عنده 20 سنة وتصنيفه دي اسمه ليو، وجينو خمن انه اكيد من عيلة غنية بسبب العدة الفخمة اللي لابسها. ليو بدأ يسأله اذا كان جينو يقدر يشيل كل المعدات التقيلة، لكن جينو طمنه انه تمام. ليو ما عندوش فكرة ان جينو وحش حقيقي ومش فاهم هو داخل على ايه، ولو فاكر ان جينو مش هيقدر يشيل الشنطة دي. بعدها ليو قعد يرغي عن رئيس الشركة اللي كان مسؤول عن موقع البناء اللي واقفين فيه، وقال ان الراجل هرب بعد ما نصب على الناس وسرق 900 مليار يوان وخلى الكل مصدوم. وصلوا عند بوابة ضخمة جدا وبدأوا يتساءلوا إذا كان فعلا ده مجرد دنجن تصنيفه سي. ليو سأل إذا كانوا هيكونوا بخير، فشرح له جينو إن حجم البوابة مش هو المهم، اللي يفرق هو الطاقة السحرية اللي طالعة من جوه، ده اللي جمعية الصيادين بتستخدمه علشان تحدد تصنيف الدنجن. أي حاجة فوق تصنيف في النقابات الكبيرة بتاخدها، فالدنجن ده ما يعتبرش تحدي كبير. جينو كان عارف كل الكلام ده لأنه بقى صياد بقاله فترة، لكن عمره ما دخل دنجن تصنيفه سي قبل كده. دخلوا من البوابة واستخدموا النور علشان يشوفوا اللي حواليهم، لكنهم اتصدموا لما لقى مفيش أي مخلوقات سحرية جوه. أغلب الدنجن بتكون منورة بحجارة مضيئة، لكن المكان ده كان ظلام دامس. الضلمة فكرت جينو بمدخل المعبد الغامض اللي دخله قبل كده، فبدأ يحكي ليو عن أنواع الحجارة السحرية، زي أحجار الجوهر اللي الصيادين بياخدوها من الوحوش السحرية، وأحجار المانا اللي ممكن تعدينها من الدنجنز، وأحجار الإضاءة اللي بتنور الكهوف. لكن جيو قرر يوقف الكلام بسرعة
وقال لهم ان في وحوش سحرية قوية مستخبية في الدنجن. كانوا هاديين دلوقتي لكن احساسه بيقول له انهم زي الحشرات، وفجأة الكل اتوتر لما استوعبوا انهم محبوسين في عش نمل عملاق والوحوش بدأت تقرب عليهم. جينو قال لهم ان الوحوش فوقيهم على طول، فالفريق بدأ يضرب بكل قوته. هونج استخدم مهارة الإغراء بتاعته لجذب أغلب الوحوش نحوه، وجينو كان مبسوط جدا من قائد الفريق اللي تصنيفه اس. ليو كان عايز يدخل المعركة لكن الساحر اللي مع الفريق منع، وقال له انه مجهز حركة خداعية. بعد عد تنازلي مشحون الساحر أطلق تعويذة تفجير قوية. جينو كان بيراقب المعركة وشاف ان الفريق شغال كويس جدا مع بعض، لكن لاحظ ان ليو بيعتمد على العدة الفخمة بتاعته اكتر من مهاراته القتالية. المعركة انتهت بسرعة بعدما جينو قتل نملة واحدة بهدوء. هونج اعلن فوز الفريق وبدأوا يقسموا الغنائم ما عدا جينو. هونج فكر جينو لانه وفر عليه مجهود كبير لما لاحظ وجود النمل من بدري، لكن جينو قال له ببساطة كنت ماشي ورا احساسي بس. لكن هونج لاحظ حاجة غريبة، بعض النمل كان متقطع بطريقة مش طبيعية وما كانتش بسبب السيوف أو السحر. فكر إن ممكن يكون في وحش سحر تاني أقوى جوه الدنجن. بعض النمل كان ممزق تماما، فهونج بدأ يتساءل إيه الوحش اللي ممكن يكون قوي كفاية علشان يقتلهم كده. في الوقت ده ليو بدأ يحكي عن أبوه ازاي جاب له العدة القوية اللي لابسها علشان أول غارة ليه، وجينو كان مهتم بالكلام ده بس مش متأكد ليه. في مكان تاني كان في صياد بيتمرن لكنه اتخض بسبب صوت تدمير عالي. حد قال له ما تقلقش الموضوع تحت السيطرة. اللي بيعمل الدوشة دي طلع زعيم النقابة بنفسه بيتدرب، وطلع في الآخر إنه بايك. الراجل ده وحش حقيقي، والولد اللي بيتفرج اتصدم لما شافه بيحضم حجر ضخم بضربة واحدة بس. بايك حتى مش حاسس بحاجة وقال بكل برود ده حتى ما كانش إحماء كويس. في الدنجن ليو لسه قلقان من إن جينو شايل كل حاجة لوحده، بس جينو كان متحمس لفكرة إنه بيقبض فلوس من غير ما يقاتل، لكنه كان حاسس ان الموضوع سهل بزيادة وده مش طبيعي. فضل يفكر وبدأ يلاحظ ان الفريق عنده خبرة قتالية لكنه ما عندوش معالج، وكمان اضطر يجيبوا ناس زيادة علشان يكملوا العدد المطلوب. الموضوع بقى مقلق اكتر لانهم مشوا مسافة كبيرة جوه الدنجن، لكن مفيش ولا وحش ظهر لحد دلوقتي. ومع ذلك زعيم الوحوش لازم يكون عايش لان البوابة لسه مفتوحة. فجأة لقوا انفاق مليانة بخيوط العنكبوت، واستنتجوا ان عش الوحش الرئيسي لازم يكون من الناحية التانية. دخلوا النفق ولقوا كميات مهولة من بلورات المانا. البلورات دي مش بنفس قيمة أحجار الجوهر السحرية لكنها لسه بتساوي فلوس كتير، بنتكلم على الأقل في مليار يوان. واحد من الصيادين قال إن أخو هونج هيكون غيران جدا لو عرف، لكن بسرعة الكل سكت لأنه واضح إن هونج عنده دوافع خفية وعنده حاجة يثبتها لأنه مش عايز يفضل في ظل أخوه. هونج ناوي يستخدم الغنيمة الضخمة دي كتمرين خاص لفريقه علشان يثبت إنه مش أقل من أخوه الكبير. ليو اللي فاهم في العقود والقانون قرر يبص على عقد جينو، واكتشف حاجة مريبة. قال له هوانج إن العقد بيقول بس إن جينو مش هياخد جزء من الغنائم القتالية، لكن بلورات المانا مش داخلة في الحسبة، وده معناه إن المكسب لازم يتقسم على 8 من 7 بس. هونج ابتسم بمكر ووافق، لكنه فكر إن الوحش الرئيسي قرب وإنهم لازم يهزموا العنكبوت العملاق علشان يقفلوا البوابة. فقرروا يطلعوا البلورات الأول وبعدها يواجهوا العنكبوت. لحسن حظهم إن العنكبوت كان نايم، لكن هونج انفجر في واحد من الصيادين لأنه نسي يجيب أدوات النقل. هونج قال لليو وجينو يرتاحوا لحد ما يرجعوا بالمعدات، وطمنهم إن العنكبوت مش هيصحى إلا لو حد ضايقه. بعدها قال لهم إنهم لسه جداد في الدانجنز تصنيف سي فلازم يثقوا في قراره. لكن وانج كان حاسس إن في حاجة غلط وفضل يحلل الموقف. لاحظ إن مفيش أي خبراء مع الفريق رغم إنهم كان ممكن يستعينوا بحد عنده خبرة، ومن بعيد شاف وانج وهو بيدي أوامر لفريقه يقفلوا المدخل المؤدي لحجرة الوحش الرئيسي. في اللحظة دي ليو استوعب إنهم اتخدعوا وإن الفريق غدر بيهم، وده بالظبط اللي كان جينو خايف منه. افتكر كلام سونج لما حذره إن في ناس فعلا مجرمين في مجال الصيد، وإن الدانجنز مش مجرد مغارات لأن الحوادث بتحصل طول الوقت ومفيش كاميرات مراقبة، فطول ما مفيش ناجيين مفيش دليل ضد حد. ليو كان غاضب ومش مصدق إنهم فعلا رموا بيهم في خطر علشان بلورات المانا. بدأ يندم إنه حتى فتح موضوع العقد من الأول، لكن جينو ما كانش غافل عن اللي بيحصل وكان عارف إنهم مستعدين يخلصوا عليه وعلى ليو في أي لحظة لو طلعوا عن خطتهم. دلوقتي المشكلة الأكبر إن العنكبوت العملاق صحي خلاص. ليو عنده حق حتى بعد ما حصل على يقظة تانية ورفع مستواه لسه شايف نفسه ضعيف. زعماء الجلمود والسم كانوا من الرتبة إيه، لكن العنكبوت ده في مستوى تاني خالص. جينو مش قادر يفسر ده لكنه مش حاسس بأي ضغط دلوقتي، بيدرك إنه بقى قوي كفاية علشان ما يبقاش خايف من زعماء رتبة سي تاني.
في المستوى ال18 وبيقول بكل ثقة إن عنده فرصة يهزم الوحش. أول ما بيبدأ يهاجم العنكبوت بيقول الصيد الحقيقي بيبدأ دلوقتي. في مكان تاني جوتو رئيس جمعية الصيادين مرهق من الاجتماعات المملة، السواق بتاعه بيعرض عليه يتدرب معاه علشان يرفع معنوياته، وجوتو مش بيقدر يقول لأ لما حد أصغر منه بيبصله باحترام. في البوابة جينو بيدرك إن جلد العنكبوت صلب جدا وهجماته قوية جدا، ولو اتصاب مرة واحدة هيبقى انتهى. ليو بيراقب تحركات جينو وبيفهم على طول إن الطريقة اللي بيتحرك بيها مش طريقة صياد من الرتبة إيه. حقيقي بيبدأ يشك في جينو وبيسأل نفسه مين الشخص ده بالظبط، وبيبدأ يتساءل لو كان من الصيادين المزيفين اللي بيخفوا رتبهم الحقيقية. جينو بيكتشف إن حتى خنجره مش قادر يخترق جلد العنكبوت، إرهاقه بيزيد وبيحتاج ينهي القتال بسرعة. عنده مهارات خنجر بتسبب الشلل واستنزاف الطاقة، فبيقرر يعتمد عليها. بيحدد نقطة ضعف العنكبوت، لكنه بيتفاجئ لما العنكبوت بيطلق هجوم حمضي. جينو لازم يقرب بسرعة، فبيستخدم مهارة الاندفاع علشان يهجم مباشرة على العنكبوت، لكنه بيكتشف ان تأثيرات الخنجر مش بتأثر عليه. جينو مش بيستسلم وبيكمل هجماته، لكنه بيبدأ يحس بالتعب الشديد والعنكبوت بيوجه له ضربة قوية. جينو على وشك انه يسحق، لكنه بيفكر انه لسه معاه مكافأة من المهمة اليومية، فبيستخدمها وبيتعافى بالكامل. ليو مصدوم، كان فاكر ان جينو انتهى لكنه لسه في المعركة. بيهاجم تاني وبيطعن العنكبوت في عينه وبيبدأ تأثير الخنجر يظهر. جينو مش بيضيع الفرصة وبيطعن العنكبوت مرات ومرات وبيحافظ على التأثيرات شغالة، وفي النهاية العنكبوت مش بيقدر يتحمل وبينهزم. إشعار بيظهر بيقول إن جينو هزم زعيم البوابة. جينو بيدرك إنه كان محظوظ لأنه ما كانش استخدم جائزته قبل ما يدخل البوابة، وإلا كان انتهى أمره. ليو مش مصدق إن جينو قدر يهزم زعيم البوابة لوحده، وبيبقى مقتنع أكتر إنه مش صياد حقيقي. جينو بيحصل على جوهرة من العنكبوت. ليو بيعرض عليه يحمل الإمدادات بدل منه، بيبقى شايفه قدوته. في غرفة تدريب جوتو بيستعرض مهاراته ضد وو وبيضغط عليه بسهولة. جوتو بيشيد بوو وبيقول له إنه حاسس بتحسن. ووو بيكون مصدوم من قوة جوتو، وجوتو بيشرح إن التدريب مش بيرفع مستوى الصياد لكنه بيحسن مهارته. في البوابة طاقم هونج بيوصل وبيتفاجئوا إن جينو وليو لسه عايشين. بيفترضوا إن العنكبوت كان غبي علشان كده خسر قدام صيادين ضعاف. هونج بيقول لليو إنه من عيلة غنية، وليو بيرد وبيقول له فيها إيه. هونج بيكشف نواياه الحقيقية قدامهم، وبيقول لليو إنه قدامه فرصة واحدة ولازم يقتل جينو. هونج بيقول إنهم عادة بيقتلوا اللي بيضموهم للفريق علشان يحتفظوا بالغنائم لنفسهم، لكن لو ليو وافق مش هيقتلوه، ولو رفض هيقتلوهم هما الاتنين. هونج شايف إن ليو ممكن يكون تهديد، فبيفضل يخلص عليه بالطريقة دي. ليو بيتحرك ناحية جينو وهونج بيكون فرحان، لكنه بيتفاجئ لما ليو بياخد صف جينو بدلا من انه يهاجمه. هونج وفرقته بيقرروا يقتلوا جينو وليو، وجينو فجأة بيحصل على مهمة عاجلة وعليه انه يقتل الاعداء الستة اللي قدامه. الفريق بيقرر يهاجم الاضعف، فالساحر بيوجه هجوم لجينو. ليو بيقلق عليه لكنه بيتفاجئ لما يشوف ازاي جينو بيتعامل مع الموقف. في مكان كانت شاهي بتتكلم عن نفسها بفخر وبتقول إنها هزمت وحوش من الرتبة إيه بسهولة، والكل حاسس بالحظ علشان يشتغلوا مع أفضل الفرق. لكن في فرق تانية بتمتلك فريق هجوم بمعدل وفيات عالية جدا. في البوابة هونج بيلاقي إن جينو انتهى خلاص. جينو بيبدأ يلوم نفسه لأنه نسي إن العالم دوت مبني على البقاء للأقوى، مليان بالخدع والخيانة. بيدرك إنه كان مغرور وإن النظام بيضغط عليه للقتل، وبيسأل نفسه لو كان النظام محتاجه يفضل عايش لسبب معين. جينو بيقول للفريق إنهم فاكرين إن الضعيف هو اللي بيموت في البوابة، لكن بيحذرهم ان القاعدة دي ممكن تتقلب ضدهم. واحد منهم مش بيحب ان جينو سماهم فريسة، لكنه بيتفاجئ لما جينو بيقطع له راس واحد منهم في ثانية. إشعار بيظهر وبيقول ان جينو قتل واحد. الفريق مصدوم وبيهاجموه بكل قوتهم، لكن جينو بيتعامل معاهم وبيقتل واحد ورا التاني. بيستخدم تأثيرات الخنجر وبيهزم 2 كمان. الرامي بيكون الضحية اللي بعدها وبعدها الساحر. مفضلش غير هونج، وليو مصدوم شايف ان جينو اقوى بكتير من لما واجه اخر زعيم للبوابة. هونج بيقوي جسمه وبيفتكر ان جينو اكيد متعب بعد القتال مع زعيم البوابة و5 صيادين، كمان جسمه قوي زي الحديد، فمش متوقع ان خنجر جينو يأثر عليه. لكن بيتفاجئ بسرعة جينو اللي بتصدمه وبيكتشف انه بيرفع مستواه طول الوقت. هونج بيحاول يرشيه بضعف الفلوس، لكن جينو بيرفض لانه حاول يقتله 3 مرات. هونج بيهدده، لكن جينو بيفكره بكلامه. اللي بيحصل في البوابة بيفضل جوه البوابة. في النهاية جينو بيخلص عليه. إشعار بيظهر والمهمة بتاعته بتكتمل. فجأة البوابة بتبدأ تنهار بعد ما زعيمها اتقتل. لما بيخرجوا جينو وليو هما الوحيدين الناجيين.
المسؤول مش مصدق لأنهم أقل رتبة، لكنه بيتشتت لما بيشوف العتاد المستعمل. جينو مش مصدق إنه بيحصل على مكافأة بعد اللي عمله، وبيكتشف إنه اكتسب مهارة بتخوف الأعداء وبتقلل قوته. ليو بيشكر جينو، بعدين الدنيا بتمطر. ليو بيسأل لو كان في حاجة غلط، لكن جينو بكل هدوء بيقول إنه بس سعيد إنه ادى أخته مظلة. بيوصل خبر عن حادثة غريبة، 6 صيادين اتقتلوا و2 بس هما اللي خرجوا أحياء. من الطبيعي إن الصيادين يهربوا لما يحسوا إنهم مش قادرين يكملوا، لكن اللي فاجئوه إن الناجيين دول قتلوا زعيم الدنجن قبل ما يهربوا. وبيوقف الشخص اللي بيحكي له قبل ما يكمل، بياخد صدمة في وشه لما بيعرف إن واحد من الناجيين هو جينو، وبيفهم إن الموضوع له علاقة بهونج، وده بيشرح له هو اتورط في المشاكل دي قبل كده. جينو بيرجع البيت وبيقول لأخته إنه هيغطي تكاليف علاج والدتهم في المستشفى الفترة. جينا بتفتكر إنه كسب فلوس كتير من آخر غارة، لكنها بتندهش إنه مش مصاب بأي جروح. بتفترض إنه كان مع فريق قوي، وده اللي خلاه يهزم الأعداء بسهولة. جينو بيعترف إن الأمر كان سهل، مش بس لأنه أقوى منهم، لكن لأنه ما كانش متردد في قتلهم في الماضي، كان هيبحث عن طريقة للهروب. لكن جينو الجديد كان غاضب جدا لأنهم حتى فكروا إن عندهم فرصة ضده. بيبدأ يسأل هل رفع مستواه خلاه جريء أكتر، لكنه بيفكر نفسه إنهم كانوا بشر مش وحوش دنجن. جينا بتسحبه للواقع وبيفتكر هو ليه بيزداد قوة علشان يفضل عايش ويحمي عيلته، فلو اضطر يعمل اللي عمله في الدنجن تاني مش هيتردد. بعدها بيتم اكتشاف مادة ضارة في جسمه، وبيفهم إنها من الحاجة اللي كان بيشربها، لكنه بيكمل شربه ولاحظ إنه مش بيشعر بالسكر. إشعار بيظهر وبيكتشف إن عنده مكافأة من الدنجن المزدوج بتلغي أي سموم أو حالات خطيرة وبتزود قدرته على التجديد. ما كانش عنده وقت يفحص مكافآته قبل كده، لكن دلوقتي بقى فاهم ليه دراعه رجع ينمو. بعدها جينو بيقابل ليو اللي بيشكره على إنقاذه، لكن جينو بيرد عليه إنه مش مديون له بحاجة. ليو ما قالش الحقيقة عن اللي حصل في الدنجن، فجينو مش متوقع يرد الجميل، لكن ليو بيفاجئه وبيقول له إنه بيجهز فريق غارات، وجينو بيوقفه قبل ما يكمل عرضه. ليو بيترجاه يديله فرصة، بيقول له إنه محتاجه معاه في 19 غارة، وبيكتشف إنه عاوز يبقى رئيس نقابة، وعلشان ده يحصل لازم يكون عنده 20 غارة مسجلة. والد ليو عايز ينشئ نقابة للصيادين في شركته للبناء، وليو مستعد يعمل أي حاجة علشان يحقق ده. الدنجن خطير، لكن الكنوز اللي فيه تستاهل المجازفة، مش بس مانا كريستال أو أحجار طاقة، كل حاجة في الدنجن ليها قيمة. جينو فاهم إن وجود الصيادين اللي بيغزوا الدنجن لصالح الشركات فكرة ذكية، بس لما ليو بيقول له إن والده عايز صياد من الرتبة اس كقائد للنقابة، جينو بيتفاجئ. في البلد كلها مفيش غير 7 صيادين من الرتبة اس، والوحيد اللي مش مع أي نقابة هو مين، والراجل ده متقاعد. معنى كده إن ليو بيخطط إنه يسرق صياد من نقابة تانية، لكن جينو بيحذره لأن ده هيخليه يواجه أعداء النقابة اللي هيسرق منها الصياد. ليو بيحاول يقنع جينو بطريقة تانية، بيقوله إنه محتاج شخص يساعده في الغارات، خصوصا لو عاوز يخفي قوته عن الآخرين، وده كان عرض ذكي لأن نجاح ليو هو مع صياد من الرتبة إيه هيخلي والده يقتنع أكتر. بعد كده ليو بياخده بيشوف المبنى اللي هيبقى مقر النقابة، وبيقول له إن قيمته 30 مليار يوان. ليو بيعرض المبنى كله على جينو مقابل مساعدته في 19 غارة. جينو كان زمان وافق فورا لو كان في الماضي، لكن دلوقتي الوضع مختلف لأنه الوحيد اللي يقدر يرفع مستواه. هو متأكد إن ممكن يوصل لرتبة اس أو حتى أعلى، لكن لسه في حاجات كتير مش مفهومة عن قدراته، فبيقرر يرفض العرض. ليو مش بيستسلم وبيقسم إنه هيحفظ سر جينو لآخر العمر، لكن نظرة واحدة من جينو بتخليه يحس بالخوف وبيقرر ينسحب. في نفس الوقت وانج أخو هونج الأصغر بيكون غاضب جدا بسبب مقتل أخوه، بيطلب يعرف معلومات عن الناجيين الاتنين. مساعدته لورا بتتصدم لما بيسألها ايه اللي هيحصل لو قتل حد في بلد تانية، لكنها بترد عليه وبتقوله انه لو في معاهدة بين البلدين هيتسلم للعدالة، ولو مفيش هيرجع بلده يتحاكم هناك. وانج بيقرر يسافر فورا، لكنه بيتراجع لما لورا بتفكره انه عنده حاجات كتير شغال عليها، فبيقرر يأجل الموضوع، لكنه بيأمل إن الناجيين يفضلوا موجودين لحد ما يقدر يتعامل معاهم. اليوم اللي بعده جينو بيخرج يجري مع أخته، وبيسألها لو معاها 30 مليار يوان هتعمل بيهم ايه. جينا مش قادرة تتخيل حتى المبلغ ده لأنه خرافي بالنسبة لها. بعد ما بيخلص الجري، جينو بيلاحظ إن العداد في نظامه بيكمل يعد حتى بعد ما وصل لهدفه اليومي. جينا بتجري وراه، لكنه بيقرر يختبر لحد فين ممكن العداد يوصل، فبيكمل الجري تاني. بيكتشف إن العداد بيقف عند ضعف الهدف بعد ما بيجرب كل المهام. المهمة اليومية بتختفي، والمكافأة اللي بيحصل عليها بتكون صندوق عشوائي،
لكنه بيلاقي إن في صندوق مبارك وصندوق ملعون. جينو مش بيضيع وقته، بيختار المبارك وفجأة بيكسب حاجة ضخمة، مفتاح جديد، لكنه مش أي مفتاح، ده مفتاح قلعة ملك الشياطين، وهو حاجة من مستوى الرتبة اس. لكن المدهش أكتر هو إن المفتاح بيجي مع مكونات إكسيل الحياة، هو الإكسير اللي يقدر يعالج أي حد مريض. جينو بيزور أمه المريضة وبيفهم إنه مفيش قدامه حل تاني، بيروح للمكان وبيستخدم المفتاح لفتح البوابة، وبيكون متأكد إن الدنجن ده هيكون أصعب من التحديات اللي مر بيها. دخل القلعة وفي نار مشتعلة في كل مكان، وجينو بيحس بالرعب، لكنه عنده حجر الانتقال كخيار للهروب، لو الأمور خرجت عن السيطرة هيقدر يهرب بسرعة. ده كان كل اللي عندي ليكم النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. أشوفكم في فيديو جديد. سلام. Free audio post-production by alphonic.com.